ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ فيديو النهارده هتكلم فيه عن دموع التماسيح. كانوا مفكرين ان التمساح مثلا وهو بياكل الفريسه بتاعته فبيعيط. في الاخر الابحاث اثبتت ان ده بيأثر على عينه، فهو بياكل الفريسه بتاعته بيعيط لوحده. ده ملوش علاقه ان هو مثلا زعلان ان هو اكل الفريسه، بالعكس الدموع دي بتنزل كده لوحدها. فيديو النهارده هتكلم فيه عن دموع التماسيح. الكلمه دي دايما بنقولها مثلا ونشوف حد قدامنا بيعيط فبنقول له بطل دموع تماسيح. ففاكرين كان في قضية حصلت بين جوني ديب ومراته امبر هيرد. كان في يعني محاكمة بينهم هما الاتنين، فكانت دايما بتطلع وبتتكلم بتقول ان جوزها كان بيضربها وكان بيعنفها وكان بيعمل حاجات كتير ومش عارف بيشرب ايه وبيعمل ايه وبتاع. ففي الاخر اتضح ان كل الكلام ده كده، كل الكلام ده هي اخترعته بس علشان خاطر ان هي تحاول ان هي تقلب الترابيزة. وانا فاكر وقتها ان الناس كتير كانت متعاطفة معاها وان هي شكلها صادقه، وان هو كان غلطان وبيضربها. وفي الاخر طلع كل ده عكس ده، بالعكس ده هي اللي كانت بتعنفه وهي اوقات اللي كانت بتاذيه وبتعمل حاجات كتير. هو يعني راجل شخصيته ضعيفه، بس زي ما قلت لكم في الاخر طلع كل ده كذب وطلع كل ده تمثيل وقصه وروايه هي اللي عاملاها. فاوريكم فيديو كده بسيط وهي كانت في المحاكمه. I knew it was wrong and I knew that I had to leave him. And that's what broke my heart. Because I didn't want to leave him. I thought if I got up out of that room, I would leave the best thing that ever happened to me. I don't want to do this. I don't want to do this. I couldn't breathe. I couldn't get through to him. I couldn't get up. I couldn't get up. And I don't know how that ended. I don't know how. I don't know what happened next. I don't understand this. شفنا الفيديو، شفتوا بتتكلم ازاي وتحاول ان هي تعيط. هي مش عارفه تعيط دموع فبتحاول ان هي تعيط بالكلام يعني. ايوه على الاحساس، ايوه على الاحساس يا ناس. مخرج يا جدعان، مخرج. لا ممثل مخرج يكتشف بقى. الكلام هنا اللي انا عايز اتكلم فيه ان انت اوقات ممكن يبقى في مشكله بينك وبين مراتك او بينك وبين خطيبتك او بينك وبين صاحبتك. تحاول مثلا ان هي تقول لك على حاجه ان انت تعملها فانت ما عملتش الحاجه دي، فبتلاقيها مره واحده بتعيط. موضوع والموقف مش مستاهل بس هي بتلاقيها مره واحده عيطت بدون سبب، يعني في اي وقت في اي مكان مره واحده تلاقيها بتعيط. فهي فاهمه هي بتعمل ايه، هي عارفه هي بتعمل ايه، هي عارفه ان انت مثلا ان هي هتصعب عليك فخلاص هتعمل الحاجه اللي هي عايزاها. تمام، ده سلاح هي بتعرف تعمله كويس، فبتحاول ان هي تجيبك بالطريقه، تحاول ان هي تخليك ترضى بالطريقه. مش هترضى بما يرضي الله، خليك ترضى بما لا يرضي الله. تحاول ان هي تعمل اي مشكله اي حاجه تقلب عليك الترابيزه. فانت اوقات بتستغرب ان مشكله مثلا تافهه او مفيش اصلا مشكله وبتلاقيها مره واحده بتعيط على اي حاجه، فتعرف ان ده كل ده يعني كل ده فيك، كل ده هبل، كل دي زي ما بنقول عليها دموع تماسيح. ازاي بقى انت تعرف مثلا الشخص اللي قدامك ده بيعيط بجد او كل ده كذب؟ اولا مفيش بنت بتعيط مثلا وبتلاقي مثلا عينها مفيش احمرار في عينها. اي شخص بيعيط لازم بتلاقي نبرة صوته اتغيرت، الصوت مرة واحدة بقى حزين وبقى ما بقاش نفس الصوت اللي انت دايما بتسمعه. هتلاقي دايما مثلا في رعشة في الايد. كل الحاجات دي تبين لك ان الشخص ده مثلا لا، الشخص ده عياته بجد وصادق مش بيمثل. انما زي مثلا ما وريتكم في الفيديو ده بتاع مرات جوني ديب مثلا، هي بتعيط هي ما فيش اي حاجه اصلا، ما فيش مشاعر ولا في رعشه في ايدها ولا صوتها اتغير ولا اصلا في دموع او ما فيش دموع. هي بتحاول ان هي تعيط من صوتها، بتحاول ان هي مش عارفه تعيط من عينها، حاول ان انا اعيط من صوتي. فكل الحاجات دي بتبين لك ان اللي قدامك ده شخص فيك، ده مش عياط حقيقي، ده مش عياط بجد. والبنت اللي معاك عامه هي هتفضل تعمل الحته دي، هي هتجربك مره كده هتشوفك انت الدنيا ايه. لو انت مثلا طلبت منك حاجه وانت ما عملتهاش وبعد ما عيطت فانت تمام خلاص، انت راجل دولي وانت راجل جدع وتروح تجيب لها على طول الحاجه، فخلاص هي عرفت اولك ايه واخرك ايه، دايما هتعمل الحته دي معاك. انما لو هي جت في مره وعملت ده معاك وانت ولا اتهزيت ولا اي حاجه وسبتها تقعد تعيط تعمل اللي هي عايزاه، انت مفيش دقيقه هتلاقيها رجعت واتكلمت عادي ومفيش اي حاجه حصلت. ضربت طناش كده وكبرت دماغك ولا اي حاجه حصلت، طز تلاقي مره واحده رجعت اتعدلت لوحدها. كل الدموع دي انت مش هتلاقيها، كل ده هيتبخر. الا لو بقى عملت كده معاك وانت نوعيه ناس اللي هو الا دموع حواء، اللي هو لا ده انا ما اقدرش على زعلها، يا سلام ده انا اروح اعمل لها اللي هي عايزاه، ده انا اروح اشتري لها الدنيا كلها. تمام، فانت دولي انت كده راجل تمام ما شاء الله عليك، هتتركب. فانت دايما حاول ان انت تبقى ثابت،
حاول ان انت الحاجات دي ما تاثرش فيك. مش معنى كده ان انا بقول لك ان انت تبقى بارد تبقى بلا مشاعر، ولكن تعرف تفرق، تفهم دايما اللي قدامك، تفهم اللي بيتقال ده بيتقال ليه. وهي هتحاول على فكره يعني تعمل الموضوع ده كتير. لو حاولت مثلا في الاول ان هي تعمل كده معاك وانت ما جبتش، فهي عارفه ان انت شخصيتك ضعيفه، فلو قلبت عليك الترابيزه فخلاص انا هعمل اللي هي عايزاه. لا يا باشا، الموضوع مش كده. في حاجات ممكن تمشي بالمناقشه بينك وبينها وتمام، ممكن تعمل ده، ولكن مش اي حاجه هي تلاقيها مره واحده طلبتها وانت ما عملتهاش فتقعد تعيط. لا، ده كده هزار، هي كده بتهزر، هي كده بتلعب. اوقات كتير حصلت مثلا مشكله بينك وبين خطيبتك مثلا، وتلاقي نفسك انت يعني انت مش غلطان في الحكايه، يعني انت ما حصلش منك اي حاجه، فبتحاول ان هي تعيط، انت تحاول ان هي تقلب عليك الترابيزه عشان تخليك انت اللي غلطان. تمام، كل دي اساليب وكل دي حاجات انت لازم تبقى فاهمها وعارفها. هوريكم كده فيديو نشوفه ونرجع نكمل كلام. I do. I love it. I don't just like it. I love it. It's awesome, right? It's the one you wanted. It's perfect. شفنا الفيديو، كانت مبسوطه في اول الفيديو جدا 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 بالعربيه. اول ما قال لها ان العربيه دي ليها يعني وهديه، زي ما شفنا كده حاولت ان هي تقلب الترابيزه. She's crying, bro. No, stop. Are you alright? You good? Hey, you alright? What's up? Hey, honey, what's up? It's the wrong color. You got the wrong color. I wanted the other one. Not this one. You're joking, right? You got it. You're kidding me, right? Take it back. Take it back. It's $175,000. No. وحاولت ان هي تعيط وتقول له ان لا، ده مش ده اللون اللي انا كنت عايزاه. يعني بص، حاجه اتفه من التفاهه. لو كانت هي فعلا مش عاجبها اللون من الاول، ولا كانت هتبقى مبهوره بالعربيه، ولا كان هيبقى فارق معاها اي حاجه من الكلام ده. بس البنات دايما ماشيين بمبدا اللي هو مهما عمل تحاول تبين لك ان انت ما عملتش اي حاجه. مهما جبت لها لا عادي، هي عمرها ما هتحاول ان هي تنبهر باي حاجه انت بتجيبها لها. حاول دايما اللي هو عادي، كله عادي. انت عشان تبهرها مثلا تجيب لها طياره مثلا يعني. فزي ما قلت لك كل دي اساليب وكل دي حاجات هم فاهمين هم بيعملوا ايه بالظبط، وعارفين هم بيعملوا ايه كويس، فانت لازم تبقى فاهم ده. اوريكم برضو فيديو تاني، هنشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع نكمل كلام. اكتر واحده كانت بتبكي في الجنازه طلعت هي اللي قتلت، انهارت في جنازه امها وطلعت هي اللي قتلها هي وجوز امها. تعالى احكي لكم ايه اللي حصل. خبر يهمك او ما يهمكش ما يفوتك. في الصوره دي اسمها ساره باتريك، عندها 17 سنه. يوم 20 فبراير 2025 الشرطه في ولايه جورجيا بامريكا لقت بلاغ بيجي لها من بنت اسمها ساره باتريك ان والدتها وجوز والدتها هما الاثنين مضروبين بالرصاص موجودين في شقتها جثث. الام اسمها كريستين عندها 41 سنه وزوج الام اسمه جيمس عنده 45 سنه. ساره ظهرت منهاره جدا من العياط قدام الشرطه وفي جنازه والدتها، وبعد كده بدات تبكي كتير قوي على مواقع الميديا وتحول حساباتها كلها لحزن تام على فراق والدتها. حتى في جنازه والدتها وقفت وقالت كلمات حزينه جدا اثرت في كل اللي موجودين، كل اتعاطف معاها، ولكن الحقيقه كانت افظع من كده. بعد 5 شهور من التحقيقات الشرطه اكتشفت مفاجاه. الادله كلها كانت ضد ساره، ده زي موبايلها، حساباتها، سجل تحركات، كلها ما كانتش متوافقه مع روايتها. الشرطه بدات تشك ان هي مثلت الانهيار وبدات تخدع الكل، بدات تراقب تصرفاتها اللي كان فيها ذكاء بارد. بعض الناس لاحظوا ان في جنازه والدتها كان كلامها مش طبيعي وكان بعضه تمثيل. قالت في الجنازه انا اسفه ولكن في يوم هتفهموا ليه حصل كده، وده خلى الشرطه تبدا تركز معاها. يوم 8 يوليو 2025 ساره اللي عندها 17 سنه بتسلم نفسها للشرطه مع والدها البيولوجي، بيتوجه لها تهمه قتل من الدرجه الاولى بالعمد. كمان اتهموها بجنحتين اعتداء مشدد يعني استخدام سلاح ناري. المحكمه قررت ان هي تتحاكم ككبيره بالغه مش قاصر، ده ممكن العقوبه توصل لمؤبد بدون عفو. تمام، قتلت امها هي وجوز امها وكانت بتعيط، وفي الاخر زي ما شفنا كده دموع التماسيح. فكل دي حاجات وكل دي اساليب البنات دايما بتعملها عشان خاطر ان هي تخرج نفسها من موقف معين، تحاول ان هي تقلب ترابيزه، تحاول تعمل اي حاجه الا ان هي تعترف بغلطها، او الا ان هي تقول ان هي غلطانه. انت النوعيات دي عمرك ما هتسمع منها كلمه انا غلطانه او هي عملت اي حاجه غلط، عمرك ما هتسمع الكلام ده. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك اعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.